بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ورجعنا تاني مع بعض وهعلمكم النهاردة للبنوتات الجمال الصغيرين العرايس الأمامير ازاي تعملي القلقاس. ده شكله يا حبيبتي لو انتي اصلا ما تعرفيش هو شكله ايه. هنا بقشره، وبعد ما بقشره بمسحه بفوطة كويسة جدا، يا اما بغسله غسلة سريعة جدا وانشفه بسرعة بالمناديل او بالفوطة علشان ما يفرزش المادة اللزجة اللي بطلعها منه. هنا خلاص انا نشفته كويس جدا وبقى نضيف معايا ومتماسك ومفيش فيه اي حاجة لزجة. همسك بقى القلقاس معايا، طبعا الصغيرين دول انا بقطعهم مكعبات على ايدي، لكن طبعا القلقاس صعب شوية في تقطيعه. يعني الافضل ليكي عشان ما تتعوريش وتعرفي تتحكمي في السكينة، انك تمسكي القلقاس وتقطعيه على بلانشة مثلا او على لوح تقطيع علشان تعرفي تتحكمي فيه، لانه مش زي البطاطس. لو انت ما تعرفيهوش، هو مش زي البطاطس، هو اصعب من البطاطس شوية. معايا بقى شوربة هنا هي مصفياها، هنزل بيها بقى في القلقاس بتاعي اللي انا قطعته، وهسيبها بقى ايه على نار هادية كده، حباية القلقاس تستوي معايا وتلين زي حباية البطاطس. ده معايا بقى للي ما يعرفوش، ده اسمه السلق، ده بيتباع مع الخضري في السوق، مع اي حد قاعد بفرشة جرجير وخضار دوت بيبقى معاه دايما السلق دوت موجود. وهو ميعاده الوحيد الشتاء يا جماعة، بعد كده مبقاش موجود. السلق باخد منه بس الاوراق بتاعته، بغسلها كويس واحطها معايا في الخلاط او في الهاند بلندر، وانزل عليها بمعلقه شوربه او معلقه ميه علشان اعرف اضربها كويس معايا. بعد كده هجيب مصفى وهصفيها كويس جدا. السائل الاخضر هحطه معايا على القلقاس، واللبابه اللي طلعت منه دي يا جماعه التصفيه دي مش هتترمي، خليها معاكي هتشوفيها. هنا بقى القلقاس قلب بلون السلق الاخضر الفظيع. مش قادرة اقول لكم اللون الاخضر دوت، يعني حاجة تفتح النفس بصراحة. يعني اللي مش متعود عليه يا جماعة هيحس انه حاجة غريبة، لكن اللي جربه وتعود على القلقاس هيعرف ان ده العشق اللي بيتاكل نادرا كذا مرة في الشتاء بس. هنا بقى معايا معلقة سمنة بلدي، ونزلت في فص توم احمره معايا، وهنزل بالتصفية بتاعة القلقاس علشان احمرها. ممكن ما تحطيش التوم دلوقتي وكنت تحطيه في الاول فص ني كده مع الشوربة في اول القلقاس خالص، لكن انا بحب احمص التوم عشان يطلع ريحته معايا. هفضل احمص بقى في اللبابة ديت لحد لما تنشف خالص وتبقى معايا كده ناشفة ومفرولة خالص كده كده، هي خلاص استوت معايا. اضيفها بقى على حلة القلقاس زي الطشة بالظبط. وهنا تبدأ العظمة، ريحة البيت بتتقلب حرفيا اكنك بتعملي طشة ملوخية. طشة القلقاس زي طشة الملوخية بالظبط، ما شاء الله عليها. ريحة وطعم قوام حاجة زي الفل. بظبط الملح بتاعي وبمسك القلقاسة في ايدي، لقيتها استوت واتهرت ودابت خالص، يبقى القلقاس جاهز معايا بألف هنا وشفا. اقدمه مع شوية رز بالشعرية، اقدمه مع شوية رز ابيض، وكليه بألف هنا وشفا على قلبك يا قلبي.